بتحب تتفرج على مسلسل إيش ومش بتخاف من الحسد غير على حاجة واحدة بس، ومش حابة تجري ورا الترند، ولبسها على الفرازة وغاوية هدوم وألماظ وطيارات خاصة، وجوزها مغرقها فلوس من ساسها الراس، وعيالها محدش عارف عنهم أي حاجة إلا بطلوع الروح، وذوقها بيخلي أي حد يتعامل معاها يحبها. إيه حكاية أسماء إبراهيم والفلوس الكتير اللي معاها، ويا ترى مين هو جوزها؟ أسماء إبراهيم بعد ما بدأت برنامج حجر سري ونجحت فيه، ناس كتير كانت عايزة تعرف مين اللي بيدعمها وحكايتها إيه بالظبط، وهل الشياكة والألماظ اللي هي بقت فيه ده بسبب الشغل في الإعلام ولا لأ؟ أسماء إبراهيم هي أصلا غنية قبل ما تدخل مجال الإعلام أصلا، وده لأنها متجوزة من رجل الأعمال محمد الخشن، ودي مش جوازة جديدة ولا حاجة، لا خالص. أسماء إبراهيم متجوزة الخشن من وهي عندها 27 سنة، ورغم إن فرق السن بينهم حوالي 40 سنة إلا إنها كانت عايشة معاه ومبسوطة، وكمان مخلفة 2 منه. وطبعا هو كان السبب في ان أسماء إبراهيم تبقى صاحبة الفلوس والألماظ والشياكة دي كلها، ده غير انها من سنين وهي بتشتري فساتين تمنها بيعدي النص مليون جنيه، والمليون جنيه للفستان الواحد، ده بقى غير الشنط والجزم البراندات اللي أسعارها بتعدي 200 ألف جنيه للواحدة بس. ورغم انها انفصلت فترة عن ابو ولادها واتخطبت كمان في الفترة اللي سابوا فيها بعض المطرب الشاب موسى، لكن الخطوبة دي ما استمرتش كتير، وكل واحد فيهم راح لحاله. ومش بس كده، لا دي كمان رجعت لابو ولادها من تاني، ومن وقتها زاد دلعوا فيها اكتر من اللي كان بيعمله قبل الانفصال، وزاد بقى الألماظ واللبس. ومش بس كده، لا كمان زادت وبقت طيارات خاصة، وبتسافر تروح بيها من مكان للتاني. بعيدا بقى عن دلع جوز أسماء إبراهيم ليها، فهي بتخاف على عيالها من الحسد قوي، وحتى ما كانتش بتحب تقول أساميهم قدام أي حد، لحد ما مرة واحدة بس وقعت بأساميهم في لايف قدام الجمهور، وبعدها بقت تخلي بالها تاني وما بتقعش بلسانها، وبقت فيديوهاتها على التيك توك واللي بتظهر فيها بس لها علاقة بالتجميل، وكمان بتدي نصايح لكل البنات عشان تختار ازاي أجمل المنتجات اللي يستخدموها عشان جمالهم ورشاقتهم. وسر وزنها بقى كان الحقنة اللي أخدتها، بس نصحت الناس كلها إنها ما تاخدهاش غير عن طريق دكتور. أسماء إبراهيم بقى طلع ذوقها في المسلسلات مش متوقع أبدا، وده لأنها بتحب تتفرج على مسلسل إيش وبس، وده أكتر مسلسل شاهدته في رمضان. وغير كل ده أسماء بتحضر مفاجأة جديدة بعيدا عن حبر سري، بس هي قالت إنها مش هتمثل، وشكلها كده هتغير تجربة البرنامج. انتوا بقى إيه رأيكم في البرنامج اللي بتقدمه؟